السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19800 نقطة بهبوط 8%. قيمة التداول 3 مليار. عدد الأسهم 229 بصعود 47 وهبوط 172 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 270 مليون، بعد كده سيدي كرير 185 مليون، بعد كده بلتون 160 مليون، بعد كده سهم موبكو 150 مليون، بعد كده أبو قير 130 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع الكيماويات 21%، بعد كده الخدمات المالية 14%، بعد كده العقارات 12%، بعد كده البنوك 10%، بعد كده التشييد ومواد البناء 5%. النهاردة الأجانب أفراد ومؤسسات كانوا شراء، بالإضافة إلى العرب المؤسسات أيضا كانوا شراء، والمصريين مؤسسات وأفراد وعرب أفراد كانوا بيع. حصل تصحيح للسوق النهاردة بقيمة 500 نقطة. طب ليه 500 نقطة مع انه قافل على 19800 نقطة وهو كان امبارح قافل على 19950 نقطة؟ لانه في الجلسة النهاردة المؤشر وصل الى 20250 نقطة ونزل إلى 19750 نقطة، فهو كده صحح 500 نقطة في جلسة واحدة. طب هل ده مطمئن؟ هل ده يسمح لينا إن احنا ندخل في السوق ونعمل تريدات يومية؟ أنا شايف من وجهة نظري إن هو لما يصحح 500 نقطة في جلسة واحدة، أنا شايف إن ده أمر صحي جدا، لأنه دلوقتي ممكن يصحح ال 500 نقطة دول على كذا جلسة، ممكن يصححهم مثلا على 3 جلسات مثلا أو جلستين. فلما يصححهم في جلسة واحدة وبعد كده السوق ممكن يرد مثلا من بكرة أو من بداية الأسبوع، فده أمر صحي، ده شيء كويس جدا. بالإضافة إن أنا شايف أسهم عند مناطق دعوم قوية، في أسهم كتير تراجعت وفي أسهم كتير دلوقتي أسعارها كويسة جدا جدا. وأنا شايف أيضا برضو إن التجاري الدولي هبط 1% فقط، وثبات التجاري ده بيطمئن السوق كله. وزي ما ذكرت قبل كده في الفيديوهات السابقة إن بيحصل جيم في بداية الجلسة، إن التجاري بيهدي وبعد كده السيولة بتنتقل لبقية الأسهم، بعد كده التجاري بيرفع تاني في آخر الجلسة عشان خاطر المؤشر يقفل في المنطقة الخضراء. ولكن النهاردة حصل تصحيح، ولكن التجاري ثابت، يعني لما ينزل 1% برضو ده شيء يطمئن في ظل إن في أسهم مثلا نزلت 4% و5%. أنا شايف إن في أسهم أسعارها كويسة جدا، في أسهم تصلح إلى التريدات اليومية فقط، وفي أسهم يعني إحنا كنا واخدينها إن إحنا ناخدها استثمار أو تريدات على المدى البعيد، يعني زي مثلا سهم عبور لاند وسهم بي انفستمنت. سهم عبور لاند رجع تاني إلى منطقة 8 جنيه 30 قرش، وسهم بي انفستمنت رجع تاني إلى 16 80 16 90. فأنا شايف إن الأسهم دي أسعارها جيدة جدا، وإن الأسهم دي أسهم استثمارية، فنصبر على الأسهم دي وإن شاء الله بإذن الله هنلاقي مقابل بعدين بإذن الله إن شاء الله على المدى القريب لما السوق يرجع تاني ويصعد بإذن الله تعالى. طبعا في أسهم برضو إحنا كنا واخدينها تريدات يومية ولكن هي أسعارها كويسة جدا، يعني مثلا زي سهم مدينة نصر رجع تاني إلى 3 جنيه 20 قرش أو 3 جنيه وربع تقريبا، فمازال برضو سعره كويس جدا. انت حضرتك المؤشر وصل إلى 20,000، هو سهم مدينة نصر مازال عند منطقة 3 جنيه، سهم مدينة نصر كان نازل من 4 جنيه.
ففي اسهم كتير لسه ما وصلتش الى القمم التاريخية بتاعتها. فانا بطمئن الناس، اصبروا على الاسهم الجيدة اللي انتوا واخدينها باسعار جيدة، وان شاء الله باذن الله السوق يرد، ممكن يرد من بكرة في نص التاني من الجلسة او من بداية الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان المؤسسات بقالها فترة بتبيع. ليه؟ لان المؤسسات كانت بقالها فترة ايضا بتشتري، يعني بقالها اسبوع ولا اسبوعين بتشتري، بقالها 3 أو 4 جلسات بتبيع. اكيد المؤسسات فيما بعد هترجع تشتري تاني، وهتشتري الاسهم اللي بالاسعار اللي احنا ذكرناها من شوية، الاسهم اللي احنا ذكرناها من شوية. فانا شايف ان الناس تصبر وان شاء الله خير باذن الله. انا هسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك وجروب الواتساب، وادعو حضراتكم للاشتراك في قناة اكاديمية عواد، ونلتقي في فيديوهات قادمة.